بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جبت لكم أهلا بكم وسهلا في فيديو جديد مع وصفة جديدة مع قناة أطايب. جبنا لكم اليوم أفخاذ دجاج كاذبة. والله من البعيد تبان لكم باللي أفخاذ دجاج حقيقية ماشي كاذبة. طبق رائع يحمر الوجه للضيف ولا لعيال الدار. نروحوا على بركة الله للمقادير. عندنا زرودية قطعيها بتيت مارسو وفوريها طيبيها نص طياب مع شوية سكالوب مرحية مع شوية بصل، وتبقى الحشوة اختيارية. ليزي بيس نستعملوا كمون، فلفل أكحل، كيري الدجاج، زعفران، شوية ملح. ديريهم على نار هادية، نقصيلهم مع زوج مغارف زيت ولا 3. ديريهم فوق النار وغطيهم وخليهم يطيبوا على نار هادية. كي يطيبوا نزيدوا معهم شوية زيتون إفيلي، ومعاهم بول تاع حليب مع مغرف تاع فرينة، ونخلوهم يتهتكوا حتى تتخثر معانا العقدان تاع الحليب والفرينة. ومن بعد نحطوها على جنب، نغطوها ونحطوها على جنب ونخلوها تبرد معانا، ونروحوا على بركة الله للعجينة تاعنا، للوصفة تاع العجينة. لاباط تاعنا فيها 2 كيسان فرينة مع مغرف صغيرة سكر ومغرف صغيرة خميرة كيميائية، 2 مغارف زيت، وماء دافي وماء دافي باش نطمو به، نص مغرف خميرة كيميائية وملح. والماء يكون دافي البنات باش تخمر معانا العجينة تاعنا. نطموها، نتحصلوا على عجينة متوسطة، ماشي يابسة بزاف ماشي طرية بزاف. نغطوها بالسلوفان ونخلوها 4 ساعة ل20 دقيقة حسب الجو، إن كنتم في الصيف أو في الشتاء. المهم أنها تختمر معنا العجينة تاعنا. حطوها بجنب في بلاصة دافية ونخلو عليها تختمر. كي تختمر نجبدوا العجينة تاعنا ونحلوها بسمك متوسط. ما تكونش خشينة بزاف باش يجيكم الطعم تاعها مقرمش. إذا خليتوا العجينة خشينة راهي تجيكم شوية مش مقرمشة. نحكموا القاطعة نتاعنا ونقطعوها دوائر. نحكموها دوائر. نحكموا الدائرة نتاعنا نديروا فيها شوية فرماج رابي، شوية من الحشوة هذيك اللي طابت معنا قبيل. نحكموا بطاطا، راني ما درت لكمش الطريقة تاعها لأنها بطاطا مقلية عادي. نطيبوها نص طياب لأننا راح نكملوا إن شاء الله نقلوها في الزيت. تحكمي كيما شفتيني، ديري الحشوة وتوقفي عليها البطاطا هذيك، تخليها شوية خشينة البطاطا، وتطمي عليها العجينة نتاعك بحيث أنك ديري الشكل تاع فخذ تاع الدجاج. نعاود معكم العملية باش تشوفوها. فرماج رابي، شوية حشوة، ونجيبوا مرصو تاع بطاطا اللي كنت قليته مقبل، ونطم عليه العجينة نتاعي بشكل أفقي. وتحت متشكليها بيدك، تشكليها مليح بيدك على شكل أفخاذ دجاج حتى تكملي العجينة نتاعك كامل. تغطي بالسيلوفان على جال باش ما تشحلكش لاباط من الفوق. بدل ما نغمسوها كامل في البيض يا البنات راهي العجينة تترخلكم بزاف. احكموا مع البنسو برك، دهنوها من الفوق ومن بعد رمدوها في لاشابلور حتى ثاني تكملوا كامل الوصفة نتاعكم. ما تنسوناش باللايك وبالجام بمتابعة للقناة، قناة أطايب، باش تدعمونا باش نجيبوا دايما معاكم الجديد إن شاء الله. كملوها كامل الحبات نتاعنا، الأفخاذ نتاعنا. نحكموا المقلة نتاعنا ونحطوها على نار متوسطة، ونحطوا الحبات نتاعنا الأفخاذ نتاعنا نحطوهم في الزيت مع التقليب المستمر به ما نخلوهاش تنحرق معنا. تدي لون غامق، خلوه لون ذهبي، وراهي تخرج لكم النتيجة جدا رائعة. يا البنات تجربوها والله ما تندموا عليها. ما الحشوة يعني ما فيهاش تكلفة بزاف إن كان عندكم ضيوف أو للعائلة. حتى إن كان عندكم ضيوف، أنا اليوم حطيتها مع لاصوب، درنا أصوب أفخاذ الدجاج، مش شيء مكلف بزاف. أو بالصحة والهنا عليكم إن شاء الله. ورمضان على الأبواب، رمضان كريم إن شاء الله. ديروها في رمضان، هذه هايلة رائعة.
وجام، وما تنسوناش جام، ورمضان طيب وكريم إن شاء الله.